السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني وحشتوني. يلا يا ولاد، عشان هنعمل النهارده مع بعض طريقه عمل كيكه التانج جميله يا ولاد، خفيفه وهشه كده. بصوا والله تحفه تحفه يا ولاد، كده هتعجبكم قوي. تتدفوا كده بيها مع كوبايه شاي كده، يا سلام بقى. معلش اعذروني على التصوير عشان كنت بصور في لايف. معلش في ايه يعني، معلش مش احلى حاجه يعني. بصوا يا حبايب قلبي، هنا معايا نص كيلو من الدقيق. حطينا عليهم بصوا 2 كيك شيف، وحطيت ذره كده صغيره يعني شعره ملح كده بسيطه كده يا ولاد. بس كده، دي بالنسبه لنا المكونات الجافه، دي اول حاجه. بعد كده يا ولاد هننزل 5 بيضات على الخلاط. انا بس ايه كسرت 4، فاضل واحده عشان الطبق كان صغير. كده 5 بيضات يا ولاد، وهنحط رشه فانيليا، وهنحط معلقه من الخل. الخل حلو جدا عشان ريحه البيض، وفي الناحيه التانية برضو بيبقى محسن طبيعي للكيكات والحلويات والعجائن يا ولاد، بيبقى حلو جدا على فكره، بيدي نتيجه حلوه. بصوا حبايبي، هنا معانا 2 كيس من التانج، هننزل بيهم كده. لو انت عايزه تعملي نص الكميه يعني صينيه واحده بس، مش الصينيه الكبيره اللي تاخد صينيتين الدبل، خلاص ايه اعملي نص الكميه، كيس تانج واحد. حطينا هنا كده ايه كوبايتين من السكر، يبقى حطينا يا ولاد 5 بيضات، كوبايتين من السكر، كيسين من التانج، كوبايه سمنه على زيت، النص سمنه والنص زيت. نص كيلو من اللبن. بصوا بعمل لكم كيكه دايت اهو، انا بهزر طبعا. كيكه دايت مش هتخنكوا خالص. هنقلب بقى كده يا ولاد، ومش هنبالغ في العجن كتير. هنا خلاص شيلنا بقى المعلقه السيليكون، واستعملنا المضرب كده. الويسك ده حلو قوي يا ولاد، اللي هو المضرب المدور ده جميل جدا بيسهل كل حاجه. لو بتعملي مهلبيه ولا حاجه على النار بيخليها ما تعملش ما تتكتلش منك، وبتبقى جميله كده. خلاص احنا جينا عجننا كده، وهننزل ايه في الصينيه، والصينيه مدهونه معايا دهنها سمنه. تمام. وهندخلها على الفرن. يلا يا ولاد جربوها ان شاء الله هتعجبكم. يلا تطلع من الفرن هقطعها على طول، عشان انا في لايف زي ما قلت لكم كده. والله بجد التصوير في اللايف بيبقى صعب قوي يا ولاد. ابني بيصورني وانا واقفه طبعا في اللايف بتكلم مع الناس، فالموضوع صعب عليا. بصوا حبايب قلبي اهو الكيكه، بصوا عاملين قطعتها. انا نسيت اصور لكم الصينيه اول ما خرجت، معلش زي ما قلت لكم انا في لايف، اعذروني حبايب قلبي. اعملوها حبايبي ان شاء الله هتعجبكم، وربنا يحسن ما بين ايديكم حبايبي، وجربوها وقولوا لي كده رايكم فيها ايه. وبالله عليكم ما تنسوش اللايكات دي على فكره يا ولاد بتشجعني قوي. انتوا في اللايف بتقولوا لي نزلي فيديوهات، انا بنزل فيديوهات بزعل اول لما بلاقيكم مش عاملين لايك. بالله عليكم ما تنسوا اللايكات عشان تشجعوني كده انزل لكم كل جديد. يلا حبايبي، ربنا يحسن ما بين ايديكم حبايب قلبي، سلام عليكم.